بسبب جروب تفسير الاحلام خسرت الذهب بتاعها وخسرت فلوسها. واحده بعتت لي قالت لي انا اتضحك عليا واتنصب عليا بالطريقه دي، قالت لي عشان تحذر الناس. حلمت حلم عادي جدا، فالمهم دخلت تفسر الحلم بتاعها، دخلت على جروب على الفيسبوك. المهم جروب على الفيسبوك بعتوها على جروب على الواتساب، حد بعت لها قال لها اسمعي الرساله ديت، رساله صوت اسمعيها، واول ما تسمعيها هيبقى عندك هاله قويه جدا وهيبقى عندك قوه روحانيه وهتفسري الاحلام لوحدك. المهم هي سمعت الرساله من هنا وبدات تحصل لها حاجات غريبه، ما بقتش فاهمه ايه اللي بيحصل لها. مع الوقت اكتشفت بعد يومين ان الذهب بتاعها مش موجود في البيت وان فلوسها مش موجوده في البيت. فتحوا الكاميرات بتاعت العماره وشافوا الدنيا، او هم عندهم كاميرا في العماره وعندهم كاميرا قدام كل دور. اكتشفوا ان في واحده ست طلعت عندها العماره وخبطت على باب الشقه، قالت لها فين الذهب وفين الفلوس، راحت اديتها كل حاجه وراحت الست مشيت. اكتشفوا ان اتعمل لها سحر او اتعمل لها مس، وقالت كل اسرار البيت ان هي عندها ذهب وعندها فلوس، وان جوزها بينزل في الوقت الفلاني وبيروح وبيرجع من الشغل الساعه كام وبيجي الساعه كام. لازم نخلي بالنا، مش اي رساله تتبعت على الواتساب نسمعها او ندي الامان لاي حد. لقينا الصوت غريب او الكلام مش مفهوم او حاجه مش مفهومه، ما تسمعش واقفل وامسح على طول الرساله. دلوقتي بقى في طرق دجل عن طريق الواتساب او عن طريق السوشيال ميديا. ربنا رب يستر عليكم ويستر علينا ان شاء الله. خلي بالكم وابعتوا الفيديو لكل الناس ضروري عشان ما حدش يقع في الفخ دوت. ربنا رب يستر عليكم.